معاييرنا هي ما كان سائدا في او ما يعني ماشي عليه في النظام البائد، فليكن في علم الجميع كان جواز السفر العراقي او القانون العراقي يحرم السفر المواطن العراقي الى الدول التالية: امريكا، اسرائيل، وايران. ولدينا حالة وقف اطلاق النار بيننا وبين ايران، هذا على المستوى الرسمي كما تدعون وكما تقولون، اي ان السفر الى ايران سفر محرم. وهذه الاتفاقيات العظيمة والجنسيات التي تمنح لأناس لا ندري من اين هم هي امور ايضا غير قانونية. اذا كنا نتحدث عن الامة العربية فابو مازن يتحدث عن الحق الفلسطيني قبل السيد هادي العامري، واذا نتحدث عن الامة العربية فمصر 80 مليون او 100 مليون تتحدث عنها قبل هادي ومثال. واذا كنا نتحدث عن ايران فايران هي التي تدعم التفاوض السوري الاسرائيلي الان اللي انتم يوميا في زيارات الها. واذا نتحدث عن الاتفاقيات فالاتفاقيات العراقية الايرانية المبرمة الان هي اتفاقيات غير رسمية. واذا كان على الاتهام فالذين يعملون مع المخابرات الإيرانية هم العملاء المتهمين. كفى هذه المزايدات الكاذبة. أنتم تبيعون العراق الآن إلى إيران، أنتم الآن تدفعون المنطقة إلى خطر الحرب. اسكت. أي شعب عراقي تتحدث أنت عنه؟ أي شعب عراقي تتحدث أنت عنه تحديدا؟ سأزور وسأذهب أينما يكون هناك شأنا عراقيا، ولتكن المخابرات لنطالب الآن إذا كنتم رجال، لنطالب الآن المخابرات العراقية بفتح تحقيق مع العملاء. إذا عليكم أن تضعوا في جواز السفر العراقي ممنوع السفر. بل المزايدات مال المرس لنضع الآن في جواز السفر العراقي ممنوع السفر. وإذا أردتم الأسماء من كان هناك سأتي بأسماء حتى العمايم.